السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم آية من قناة تحديات المطبخ. هقدم لكم في الفيديو ده إن شاء الله أكتر من فكرة تقدمي بيها أطباق في عزومة بطريقة وبشكل مميز لكل عروسة خايفة تخوض تجربة إنها تقوم بعزومة لوحدها. لما ما هتجربي تخافيش. الحاجة وتعمليها مرة واتنين هتبقي محترفة فيها ان شاء الله، وتبقي شاطرة جدا وهتبقي متمكنة في عمايلها. حدي نفسك وما تخافيش وابتدي وتوكلي على الله، وان شاء الله واحدة واحدة هتبقي شاطرة في كل حاجة. أهم حاجة في أي عزومة إنك تكوني مرتبة من قبلها هتعملي إيه. ما تشتتيش نفسك، يعني رتبي وقرري وحددي وتوكلي على الله. انا عن نفسي ما بحبش اتعب نفسي ان انا اعمل كل حاجه في نفس اليوم. في حاجات كتير بعملها من قبلها بليله بجهزها، زي مثلا الممبار بكون منضفاه وحطاه في ملح وليمون ومدخلاه التلاجة هحشيه تاني يوم. برضو انا هنا الفراخ كنت متبلاها من بالليل وحطاها في التلاجة. الطماطم بتاعه المحشي برضو كنت مجهزاها من بالليل ومسبكاها. بس اللقطة دي ما كانتش يعني ما جاتش في الفيديو. الطماطم انا غسلت الطماطم بحالها وحطيتها في حلة على البوتاجاز مع شوية مية صغيرين وغطيتها، وبعد كده ضربتها بالهاند بلندر وشلتها في التلاجة تبقى جاهزة عندي. برضو يعني الممبار والمحشي كنت مجهزاه بالطريقة دي، وسبت طبعا اللحمة لتاني يوم وحشيت تاني يوم في نفس يوم العزومة. يلا بينا بقى نبتدي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. ونشوف الأطباق دي قدمناها عملناها ازاي بالشكل دوت. أول حاجة ابتديت بالممبار. أنا بجيبه من عند الجزار متنضف. بس أنا يعني هنا عدت تنظيفه تاني، أو يعني جبت ظهر السكينة برضو مسكته كده على الحوض على البلانشة بتاعتي، وبدأت ان انا اكحته كده بظهر السكينة. بحب انضفه تاني، وهو كان يعني مقلوب، وانا زي ما انتم شايفين كده خليته فل اهو لونه ابيض شفاف. تحت الحنفية بحط مية كده وبقطعه وبقصقصه بالمقاس دوت. انا ما بحبوش طويل قوي، بحبه المقاس ده لانه بعد السلق ايه بيكش. بحط ليمون وملح وحطيته في الطبق ده وحطيته في التلاجة بعد ما غسلته كويس. هنا الفرخة دي هعملها مش عايزة انا شوربات كتير، لان انا هعمل حاجات تانية فيها شوربة. فهنا حبيت اعملها بطريقة كده سهلة. حطيت بصل وملح وفلفل اسود، وبعد ما غسلتها بملح وليمون ونقعتها، هنا هتبلها تتبيلة بسيطة خالص. بدلكها كده كويس، لاني هجيب كيس حراري وهتبلها وادخلها التلاجة عشان هدخلها الفرن ان شاء الله. الكل شكر في طعمها جدا. كمان لما اتبلت ودخلت التلاجة قعدت ليلة كاملة لحد الصبح، فرق جدا في طعمها. الطيور عادة لما بتتنقع في محلول النقع وتتساب شوية بيفرق جدا في طعمها وريحتها. دايما لها صوص كده في الاخر هيبقى شكله حلو عشان احطها في كيس حراري وادخلها الفرن. حطيت جواها الكبد والقوانص والقلوب بتاعتها، وهربط رجليها بالخيط كده عشان يبقى شكل الفرخة في الاخر كده في نص السفرة يبقى شكله كويس. فحاول ان انا اقفل رجولها، لان هنا الرجول الفرخة دي مش بلدي، هي فرخة بيضة بس تربية بيتي يعني. مش هعرف ادخلها في المكان بتاعها. هنا جبت معلقتين صلصة وحطيت عليهم ربع فنجان زيت. تمام. وحطيت ملح وفلفل اسود وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا، نص معلقة من كل حاجة. انا بس عاوزة وشوية دبس رمان حوالي معلقة ونص كده، ومعلقتين خل. انا كل اللي انا عاوزاه هنا في الفرخة ان انا عاوزة اعمل لها لون حلو من بره ويديها برضو تست في الطعم، شبه كده الفراخ الشواية شوية يعني. تمام. بس دي فرخة على بعضها، انا ما قطعتهاش ولا حاجة. آه، فانا هنا دعكتها بالتتبيلة دي كده، وهدخلها جوه الكيس الحراري بنفس الطريقة، يعني بنفس التتبيلة كده، وبقية التتبيلة هرميها برضو عليها، وهسيبها وهربط الكيس كويس وادخلها التلاجة عشان اسيبها في تتبيلتها كده، يعني هتستد لتاني يوم. الكلام ده كان بالليل. فعملتها وجبت كيس اللي هو الميديم، لان دي فرخة مقاس عادي يعني وسط. فالكيس الميديم هيجي معاها كويس. وحطيت معاها ايه
والله ده اللي يعني ما حبيتش اكتر قوي، لان انا مش محتاجه اكل يبقى كتير، فحطيت يعني المتوفر الموجود، شرايح جزر وبصل وورق لورا و قرنفل، وحابه تحطي حبهان حطي. انا يعني انا بطحن الحبهان فبحبه مطحون، بس انا هنا ما حطيتش المتوفر حطيه. وقفلت الكيس كويس، وبحب اربطه بايدي مع ان القفل بتاعه موجود، بس انا بحب الحركه دي. وهسيبه كده طبعا، مش هفتحه دلوقتي، لما اجي احطه في الصينيه هبقى افتحه. ودخلتها التلاجة. هنا كان تاني يوم الصبح، سلقت الورق العنب، حطيت معلقه زيت وليمون وملح. والورق ده فريش. الورق الفريش لازم يتسلق كويس. آم، تسيبيه على النار شويه. لو طلعتيه سقطتيه وطلعتيه كده زي الكرنب، لا، هياخد وقت معاكي على النار في السوا. وهنا بوريكم ان انا كنت مصلصه الطماطم دي من قبلها. هياخد زي ما انتوا شفتوا كده، انا قطعت ورقه من ورق العنب، يعني سبته حوالي 10 دقايق يغلي على النار. الورق لازم يستوي 3/4 سوا. بعد كده طلعته في ميه بارده. هنا بقى البصل. انا بحب في الممبار او ورق العنب، بحب البصل ما يبقاش في الصلصه على النار، بحبه كده. هحط عليه توابل عاديه خالص البسيطه، مش هحط اي افتكاسه. هو معلقه كبيره فلفل اسود، معلقه كبيره كزبره، نص معلقه كمون، والملح بتاعك. وبحب ادعك البصل كويس جدا بالتوابل ديت. بتدي طعم حلو، يعني بقعد اعملها كده فتره. وحطيت معلقه صغيره هرسه شطه عشان الناس اللي بتحبش الشطه. وهنا انا نزلت بكيلو ونص رز. تمام. وهنزل بقى بعد كده بالطماطم. الطماطم دي انا كنت حاطه عليها صلصه على النار بس، وشويه زيت صغيرين ما كانوش كتير، بس انا دلوقتي هضيف زيت تاني. وهنا الخضره كانت كزبره وشبت. وانا ما بحبش، يعني هوريكم دلوقتي انا هعمل ايه، لان الخلطه دي انا هاخد منها. حطيت هنا حوالي اكتر من نص كوبايه زيت. تمام، لان ده كيلو ونص رز. وانا معايا كيلو ونص ممبار، ومعايا حوالي، هو ازيد من ربع كيلو شويه ورق عنب، يعني حوالي اقل من نص كيلو، اقل من نص كيلو ورق عنب. تمام. هنا هشيل جزء من الخلطه في الطبق دوت، والجزء التاني في الصينيه. اللي في الصينيه هحط عليه طماطم عشان هحشي بيه الممبار. واللي في الطبق هحط عليه معلقتين توم ني. وهحط كمان، هعصر ليمون على قد ما تقدري، 3 ليمونات، ليمونتين براحتك، انا بحبه مزز. ما بحبش احط خضره كتير في ورق العنب. الناس اللي بتكتر خضره في ورق العنب ما بيبقاش حلو خالص. يعني انا هرجع احط خضره دلوقتي، احط حاجه بسيطه قوي هنا، واحط الكميه الاكبر في الممبار عادي. وفرشه الحله بتاعت ورق العنب، بحب احط بقى العيدان. انا قطفت العيدان بتاعت ورق العنب وشويه خضره عيدان برضو، مع بصل ترانشات. والليمون اللي انا عصرته كمان بحطه، ما تخافيش. الطماطم، وكمان بحب احط حته ليا كده، وطبعا توم مفروم. وبحب احط حته ليا كده في قعر اي محشي، بصراحه بجيبها من عند البازار مع اللحمه، بتدي تيست حلو قوي. وهنا قلت بقى ايه، يعني انكه بس، فارش رشه جوز الطيب. انا بحب الف المحشي الورق العنب على صينيه، ما بحبش الفه، يعني الاغلب على صينيه، ما بحبش الفه على ايدي، عشان لو في حتى صلصه زياده او كده، ميه الصلصه بتنزل. وبحب اعصر الصابع قوي. مش عارفه وضحت هنا ولا لا، بس انا بعمله كده. وبلمه من يمين ومن الشمال بسرعه، وبضغط بضغط بضغط طول ما انتي بتلفي بتضغطي، عشان لو في اي ميه ينزل. لانك لو سبتيه بميته هيطلع زي ما يكون صايص، مش ماسك نفسه، وانا بحبه يبقى ماسك نفسه، والصبع نفسه يبقى ناشف، وده هيبان في التقديم بعد كده. الممبار بحشي بالطريقه ديت. وبقى انا بالنسبه لي انا بحشي الممبار بسرعه جدا. يمكن انا بقعد اغلب في حشو الكرنب وورق العنب، لكن الممبار ده اسهل حاجه بالنسبه لي. بحشيه بطريقه سريعه جدا. تمام. وبحب ابططه واحده واحده، بعملها بنفس الطريقه كده واحطه. بس انا هنعمل مع بعض كده واحدتين. وعلى فكره الطول ده كويس، لانه لما بيتسلق بيكش سنه المفروض. فانا بحب الطول ده مناسب. تمام. اللي بيحب اصغر من كده يعني بيقص براحته بقى. وزي ما قلت لكم انا بحب الطماطم مقطعه كده في الممبار، بتدي برضو شكل كويس وطعم كمان. ما حطيتش اي توابل زياده، انا بس ظبطت الملح ويعني توابل كانت مظبوطه جدا. هنا بقى انا لفيت عملت الممبار كله. تمام. وبططه زي ما انتوا شايفين كده. والميه كانت بتغلي على النار، فهبتدي بقى انزله
ومش بغطيه، مش بحب اغطي الممبار وهو بيتسلق. تمام. وهنا هبتدي بقى نعمل اللحمه. انا جايبه هنا قطعه لحمه محترمه كده من الكولاطه، انا بحب الكولاطه. القطعيه دي حلوه، بتبقى جوسي كده، وبيبقى فيها نسبه دسم بسيط، مش عالي قوي ملبسه، وفي نفس الوقت الحته يعني محترمه. تمام. ومخليه الجزر هو يقطع لي القطعيه دي اللي هو القطع المظبوطه، عشان اعرف اوزع الحاجه على اللي هياكل بالهنا والشفا يعني. وهنا بقى انا بحب اعمل معلقه زبده في الحله. قلت اعمل في البريست بس عشان اكسب وقت. وحطيت اللحمه على طول على نار عاليه كده. بحب اشوحها بمعلقه سكر. انا هنا رميت معلقه سكر وورق لورا وقرنفل، وبحب احط الحبهان مطحون يعني على الشوربه، بحب طعمه اكتر كده. وبشوحه كويس، وبدلق ميه مغليه زي ما انتم شايفين. هنا كان الممبار استوى، ما خدش وقت على النار، ساعه الا ربع بالظبط كان طلع. طبعا هنحمره بقى قبل التقديم. هنا بقى انا بعمل ايه؟ انا بعمل ايوه اللحمه بتاعه الجلاش. هنعمل صوابع الجلاش. هنزل بنص كيلو لحمه مفرومه. انا بحب الاول افكك اللحمه كده في معلقه سمنه وشويه زيت عباد. بعد كده هنزل بالبصل اشوحهم بقى مع بعض كلهم. هحط ملح، فلفل اسود، وحطيت هنا 7 بهارات، وحطيت شويه بابريكا صغيرين، وهنا بشرت بزرايه. وهحط كمان معلقتين صلصه عشان انا بحب يعني يبقى لونها حمرا كده شويه. هنا بقى زودتها بقى، قلبتها شويه وزودتها كبشه كده من شوربه اللحمه. استوت على طول وقفلت عليها بعديها. هنا اللحمه كانت استوت، خدتش وقت يعني اقل من نص ساعه، وقفلت عليها عشان ما تتهريش. ونشلت اللحمه طبعا. هنا هنسقي ده منظر بقى ورق العنب بعد ما اتلف. شايفين الصابع؟ انا بحب صابع الورق العنب يبقى كبير، ما يبقاش رفيع. انا من محبين الصوابع دي تبقى تخينه وكبيره، ما تبقاش رفيعه. هنا انا زودت شوربه تاني، حطيت في الشوربه صلصه وملح وفلفل بس. ولما لقيتها حسيت انها قليله، حطيت كبشتين شوربه كمان. وزي ما انتم شايفين يبقى الميه تحت كده سطح، لانها بعد كده لما تغلي على النار هتزيد. هنا بقى نعمل الجلاش بسرعه عشان نسوي الحاجه في الفرن. انا بحب اعمل ايه؟ احط في قعر الصينيه كده سمنه بلدي، دي سمنه بقري انا مسيحاها صفرة. وحطيت هنا 3 ورقات بالظبط، انا عديتهم وهم وماسكاهم 3، وبضغط وبلف. تمام. وهبتدي بقى ارصه في الصينيه. الصينيه دي بتبقى مميزه كده في العزومات، لازم يكون في حاجه كده، جلاش، سمبوسك، حاجات كده في النص يعني، او رقاق. فانا ما كانش عندي رقاق، ففضلت الجلاش يعني، وحاجه كريسبي كده ومقرمشه زي ما انتم شايفين. انا هنا بقى عملت بطريقه تانية، تنيت كذا ورقه كده على قدام، يعني عشان تحمل كده معايا وانا بلف الجلاش. ولفيته بالطريقه دي برضو، وبضغط، وهرص باقي الصينيه. تمام. تست الجزر في اللحمه هنا في اللفه دي انا بحبها يعني. انا بحط بالذات في صينيه الجلاش دي تست الجزر، يعني مش دايما بحط الجزر، بس انا في الصينيه دي بحب كده. هنا حطيت نص كوبايه شوربه ونص كوبايه لبن. الشوربه كانت دسمه حلوه جدا. بقطع الجلاش الاول زي ما انتم شايفين، وحطيت بيضه وفلفل وملح بس كده، هقلبهم في بعض. وهسقي الجلاش طبعا معلقه سمنه برضو معلقه سمنه بلدي مع الحاجات دي. انا حاطه سمنه في القعر. وما تخافيش حتى لو في سمنه، اول ما بتطلعي الصينيه بتلاقي فيها سمنه بتصفيها لو يعني. بس انا ايديا مظبوطه الحمد لله ان انا حافظه الصينيه دي. فهبتدي كده ارش، وجيت في الاخر سبت شويه صغيرين عشان انا مش عاوزاه يبقى طري قوي زي الفطير، انا عاوزاه جلاش وكريسبي. بس لقيته شرب الكميه، وكملت كمان البقين اللي كانوا باقيين دول، حطيتهم وشربهم، وكانت طالعه مقرمشه جدا. هنا ابتدي بقى ادخل الحاجه في الفرن تستوي. صينيه الجلاش والفرخه. هجيب صينيه بقى واحط فيها الفرخه، اخرم بس كده حاجه كده بسيطه، واحط شفشق ميه. نفس السوا يعني. انا حاطه الشبكه، انا مش حاطه عصاجه تحت، انا حاطه الشبكه اول درجه، وحطيت عليها الجلاش والفراخ. طبعا الجلاش طلع الاول. وانا الفرن فيه مروحه، فمش محتاجه شوايه. فهو ما شاء الله زي ما انتم شايفين كده، اللون تحفه، جولد جدا، والتسويه كانت فظيعه. ما خدش يعني بالظبط اقل من ربع ساعه كان طلع. الصينيه دي لازم تبقى يعني طلعيها بدري شويه علشان تبرد سنه يعني. انا قطعته بعد ما برد شويه، مش وهو سخن لسه تقطعيه.
عشان ما يتكسرش وكده. اول ما بيبرد بتحسي ان هو طري وبدأتي انتي عارفة تتحكمي في القطعة وتعرفي تقطعي عشان شكل الصينية كمان ما يبص منك. الحاجات دي بالذات الرقاق والجلاش والمكرونه لو في العزايم بتطلع. وايه هنا ده الارنب اللي انا بقول لكم عليه، ده ارنب بلدي انا عملته عشان حد كان طالبه، فانا عملته مخصوص. وده كان حد نفسه في قطايف فعملتها له برضو. فبالهنا والشفا على كل اللي كان ليه نصيب في حاجه وكلها. ودي الفرخه بقى بعد ما طلعت. ده شكلها تمام. ده الظهر بتاعها وانا هقلبها دلوقتي. ده ورق العنب انا نسيت اوريكم ان انا بعد ما حطيت طبق طبعا. بحب اغطي المحشي واضغط كده عليه. وزي ما قلت لكم الميه كنت بحب اوريكم بس الميه انا ظبطاها لانها بتطلع ازاي. وبعد ما الميه بتنشف بشيل الطبق طبعا. ده شكل الفرخه، كان شكلها تحفه وطعمها كان تحفه. الكل شكر في الاكل يعني، الحمد لله مش عشان انا اللي عاملاه بس فعلا. الكل شكر في الاكل جدا، الحمد لله والشكر لله ان الاكل عجبهم. هنا اللحمه انا حبيت اعمل حاجه مختلفه. انا عندي كذا طريقه للحمه بحب اعملها، بس هنا انا حبيت اعمل حاجه بسيطه. انا بس اللحمه اسلقها وحطيت معلقه سمنه بلدي وهشوحها في الطاسه كده واحط معلقه ثوم. انا بحب الحركه دي قوي، بتدي طعم تحفه. وانا بعمل اللحمه كنت بحمر الممبار بقى عشان اخلص وانجز نفسي. لازم بقى تبقي شاطره وتنجزي كده وتحاولي انك تعملي كذا حاجه في نفس الوقت من غير ما حاجه بقى تتحرق منك ولا تتلسع منك. كلكم شاطرين. ومع ايدك في الحاجه بتتعودي بتبقي اشطر من الاول. هنا بقى بقلب اللحمه ومبحبش يعني اديها لون خفيف كده. زي ما انتوا شايفين التحميره دي بعد ما اللحمه بتبرد ويعني بتطلع كده في الطبق بتبقى جوسي جدا وبيبقى طعمها تحفه. ده كده كان الممبار واللحمه. وانا كان في اكياس ملوخيه كده شايفينها، انا عملت ملوخيه بس ما اتصورتش، هبقى انزلها لكم في فيديو الملوخيه. انا عامله الملوخيه بالارانب. وهنا قلبت حلة الورق العنب، بس انا هنا نسيت امسك صوبع قدام الكاميرا واقطعه قدامكم للاسف، نسيت خالص. كنت يعني ملبوخة ومشغولة وكل حاجة بسرعة. تمام. هنا ده كان منظر الاكل. طبعا كنت عاملة شوربة لسان عصفور، وكنت عاملة ملوخية مع الارانب، وكنت عاملة سلطة. بس انا صورت بس الحاجات دي الاطباق وحبيت ما دي اطول يعني عشان وقت الفيديو. وهنا بقى انا عارفه ان انت نسيتي تنزلي تحطي لايك، فانزلي حطي لايك. ولو حابه تشوفيني فيديوهات تانية اعملي اشتراك، واشوفكم فيديو جديد ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين. باي باي.